مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فيديو جديد في قناتي. اليوم احضرت لكم طبخه رائعه جدا ولذيذه وصحيه 100%. اليوم اريد ان اقدم لكم وصفه تقليديه تستطيع كل بيت لديه هذه المكونات او يشتريها. الآن أقول لكم عن المكونات. قبل أن أبدأ في هذه المكونات أطلب منكم طلب، أرجو منكم الاشتراك في القناة ووضع لايك ورمز الإشعار كي يصلكم كل جديد. هنا عندي نقولها بأسماء قبائلية، هذا اسمه فيفراس، وهذا تعرفونه بصل، وهذا يقولون له أنزوغ جيلوف، يعني هذا تجدونه في الأسواق، نحن ننزعه من الغابة. وهذا اسمه إكليل الجبل أو أمزير، أنا أضيف له هذا لحذق، وهذا نعناع. إذا عندكم يعني معدنوس وكزبرة معليش تديروه، أنا نديره لا عندي. اليوم هذه هي المكونات التي أقوم بها بهذا الخبز تاع الحشيش، نحن نقول له أغرم الحويل. الآن أقطعه جيدا وأغسله، أوريكم الطريقة كيف نعمله. تابعوا الفيديو إلى الأخير. الآن قطعته إلى قطع صغيرة، هذا البصل مازال ما قطعتوش. دركا نغسلو مليح مليح مليح، نغسلو نقيه بيان بيان، ثم نديرو في روبو نرحيه مليح، نرحيه مليح مليح ونوريكم الطريقة. هنايا رحيتو كامل، شوفوا كيفاش جا، رحيتو مليح مليح مليح. هذيك البصل، هذيك كاع، هذيك الحشيش. دركا نديرلو دقيق مع الزيت، نوري لكم كيفاش نديرو. النتيجه الاخيره، درت له الدقيق، اعذروني لم اصور. هذيك الدقيق نديرلو الملح الزيت، ونخلطو مع هذا الحشيش. دركا نديرو مربعات ونديرو في الفراح كي يطبخ. نوريكم هاد تضيع وقت. الآن درتو في الفرن، في الأخير ما تنساو تشتركوا في القناة. دركا نقلبو، شوفوا النتيجة. هنايا شوفوا كيفاش طاب، والله بنين بنين بزاف بزاف. هذا ناكلوه مع الشراضة ولا مع الطماطم، زيت الزيتون، لذيذ جدا وصحي. هو عشاءنا لهذا اليوم، حبيت نديرو بارسكو صحي جدا، لازم ناكلو شويه تاع ماكله تاع اللي صحينا. في الاخير واش نقول لكم، ما تنساوش اشتركوا في القناه، ضعوا لايك رمز الاشعار كي يصلكم كل جديد. باي.